ناس بيموتوا نفسهم في الشغل ومع ذلك ما بيوصلوش للمستوى اللي هم عايزينه. انا اقول لك السبب. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. حلقتنا النهارده هنتكلم عن ازاي في ناس كتير بتتعب في حياتها وبتتعب في شغلها ومع ذلك ما بيوصلوش لمستوى الرفاهية والمستوى اللي هم عايزينه. النجاح ده يا جدعان هم رابطينه بالمجهود. النجاح عمره ما كان بالمجهود. النجاح نصه مجهود ونصه ذكاء. لازما تبقى تسعى ليه وتشتغل وتتعب وكل حاجة. مع ذلك لازم تبقى أذكى، يعني مقدار الذكاء اللي يبقى عندك لازم يكون أعلى من مقدار المجهود اللي أنت تعمله في الشغل. مثلا أنت موظف هتشتغل كل يوم مثلا من 7 الصبح ل 3 العصر، كل يوم تيجي تروح تقعد مع عيالك تنام تروح شغلك والكلام ده، هتبقى عامل زي العجلة، هتبقى عامل زي العجلة، ومع ذلك مش هتبقى عندك مستوى الرفاهية اللي أنت عايز تحققه، وهتبقى تحقق مستوى رفاهية لصاحب الشغل. وصاحب الشغل هيديك فتافيت وهيديك ملامين عشان تخلص الفلوس اللي معاك وتروح تشتغل تاني، والشهر يجر شهر والسنين تجر سنين وعمرك ضاع يا معلم. طب ليه كل ده؟ ما انت تعمل بيزنس خاص بيك وتتعب صح، تتعب في مشروعك اللي انت عايزه، تتعب في يعني شغلك الاساسي، تتعب في شغلك الاساسي اللي انت عايزه تطوره، عشان شغلك ده اللي هيخليك ترتاح بعدين. مش تقول لي انا بتعب ليه يا محمود وبموت نفسي في الشغل ومع ذلك ما بجيبش الملايين الناس بتعملها يعني ما بحققش مستوى الرفاهيه اللي انا عايز اعمله، علشان انت شغال غلط، بتتعب في المكان الغلط. يعني انت مثلا واحد مثلا في السباق بيجري ويموت نفسه في الجري والكلام ده، بس بيجري في طريق غلط. انت بقى عامل نفس الكلام، بتتعب لغيرك، بتتعب وبتعمل اقصى ما عندك عشان غيرك يحقق مستوى رفاهيه. طب ما تتعب في مشروعك انت يا معلم، اتعب في مشروعك اللي انت مؤسسه، اتعب في مشروعك لو هتعمله يعني بالقسط، حتى لو هتاخد قرض عليه، حتى لو هتحوش له، اتعب ليه. مش تبقى عامل زي العجله والدايره اللي انت مش هتخلص منها وهتفضل كل يوم في الدايره ديت ومش هتحقق مستوى رفاهيه، وعمرك بيضيع وتعبك بيضيع وبيجي لك امراض والكلام ده. ومع ذلك انت بايدك برضه ممكن تعمل مشروع تبقى عامل زي الباشا، تباشره وتحاسبه حتى لو هتتعب فيه اكتر من الشغل بتاعك، بس هتتعب في حاجه انت حاجة هتخليك إنسان ناجح وهتخليك إنسان محترم في المجتمع وهتخليك أنت فخور من نفسك. يعني أنت ما بتكونش كده واحد يقول لك أنا بتعب جامد جدا وراجل صاحب الشغل بيه هو اللي بيقبض ملايين وبيكسب وأنا باخد فتافيت. دايما ناس كتير بتتكلم في المواضيع دي. انا عايزك تتعب، بس تتعب في المكان الصح، تتعب في شغلك انت، تتعب في شغلك انت. مثلا نجار مسلح بيتعب ويشتغل باليوميه والكلام ده، مع ذلك ممكن يشتغل الشغل هو ويتعب ويعمل شقه ليه هو او يعمل عماره ليه هو ويبنيها وهو يكسب وهو اللي بقى غني وملياردير والكلام ده، بس بيشتغل عند الناس، بيموت نفسه بنفسه، بيتعب نفسه بنفسه. لازم تشتغل في المكان الصح. عمر ما النجاح موجود بالمجهود، النجاح نصه مجهود ونصه تعب. لازم تعرف انت ذكي، لازم تبقى ذكي وشغال في المكان الصح، تتعب لنفسك مش تتعب للناس. وهنا خلصت حلقتنا، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم واستفدتوا منها، عشان الحلقه دي مهمه جامده جدا، يعني مهمه جدا جدا. ولو الحلقة عجبتك اعمل لايك واشتراك وانتظر كل جديد. السلام.